أقدم الاحتلال التركي على شن هجوم عسكري سافر بالتعاون مع الفصائل الإرهابية المرتزقة الموالية لها تحت مسمى نبع السلام نبع الإجرام، والتي جل منتسبي هذه المجاميع هم من مرتزقة داعش وجبهة النصرة ومثيلاتها المصنفة كجماعات إرهابية، وذلك بهدف احتلال أجزاء جديدة من أراضي الشمال الشرقي لسوريا، وذلك كله تحت حجج وذرائع واهية كادعائها بحماية أمنه القومي وإنشاء منطقة آمنة لإعادة اللاجئين السوريين الذين تستخدمهم كورقة ضغط وابتزاز للدول الغربية لتحقيق مخططاتها الدنيئة التوسعية الاحتلالية وإعادة أمجادهم العثمانية البائدة على حساب دم الشعب السوري الأعزل وعلى الأرض السورية. ومنذ ذلك الحين تستخدم تلك القوات في عملياتها وبصورة عشوائية دون أي روادع قانونية وأخلاقية وإنسانية مختلف أنواع الأسلحة وحتى المحرمة منها، كاستعمال القنابل الفوسفورية والكيميائية في مدينة سريكانية. إن العدوان التركي السافر يهدف إلى إعادة إحياء داعش الذي هزمتها قوى ومكونات روجافا وشمال شرق سوريا التي قدمت آلاف الشهداء لينعم العالم بالأمن والاستقرار، كما أنه هدف العدوان التركي هو ضرب أواصر التعايش المشترك بين الشعوب والإثنيات والثقافات في شمال وشرق سوريا، وإحباط لأي مشروع حل سياسي يؤمن بالاستقرار والأمن في سوريا على أساس الحياة المشتركة الحرة بين الشعوب، كما أنه يستغل الصمت الدولي لتحقيق مطامعه ليصبح بذلك خطرا أكبر من داعش في وقت كانت فيه الشعوب بدأت تتنفس الصعداء مع بدء الانتهاء من كابوس داعش الظلامي. إننا في حركة المجتمع الديمقراطي تبدأ في ناحية تربسبية إذ نندد بأشد العبارات العدوان والاحتلال التركي، فأننا نناشد جميع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية وخاصة تلك المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان والمؤسسات الإغاثية أن توثق كل حالات الانتهاك الصارخ للحقوق والقوانين الدولية وأن يحاسب عليها الفاعلون. كما نطالب بوقف الاعتداءات التركية على شعبنا وإلزام المحتل التركي بإنهاء احتلاله للأراضي شمال وشرق سوريا الذي تسبب بنزوح أكثر من 300 ألف مدني من النساء والأطفال والشيوخ وسواهم إلى وجهات لا يعرفونها هربا من ذلك الغزو الهمجي على مناطقهم الآمنة التي طالما كانت معروفة بالتعايش السلمي المشترك بين العديد من المكونات والشعوب والأديان من كرد وعرب وسريان وكلدان. ونحن في حركة المجتمع الديمقراطي نكرر دعوتنا إلى كافة الحكومات والدول والمؤسسات والهيئات وعلى رأسها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية الرادعة لإيقاف هذا العدوان ومحاسبته على جرائمه المنافية للقيم والشرائع والقوانين الدولية. بيجي برخوادانا رجعة